عدى نص رمضان ولسه ما بداتش. تعال اقول لك تعمل ايه عشان تستغل اخر 15 يوم وتجيب فيهم نتائج كويسه. فاحنا محتاجين ندوس شويه في الاكل والتمرين. ففي الاكل لو بتحسب سعراتك فاحنا محتاجين نعمل عجز ولكن كبير شويه، بنتكلم من 500 ل 700 سعره او ممكن اكتر كمان، لاننا عايزين نخسر اعلى نسبه دهون خلال الفتره اللي جايه دي. اما لو مش بتحسب اكلك فهنعمل الخطوتين دول. اول خطوه هي انك تتاكد انك بتقفل احتياجك من البروتين، وطبعا ما يكونش مقلي. اما تاني خطوه عايزك تبدل اغلب مصادر النشويات بتاعتك لمصادر خضار. صحيح هتحس انك ما عندكش طاقه زي الاول، وده بسبب العجز الكبير اللي احنا عاملينه، ولكن هي فتره قليله. اما من ناحيه التمرين فهنحافظ على تمرين الحديد او تمرين المقاومه عادي جدا، ولو ما بداتش في تمرين المقاومه او الحديد ابدا دلوقتي. واللي هنعمله زياده في التمرين هو اننا هنضيف كارديو من نص ساعه لساعه في اليوم، ولكن بشده متوسطه، وده عشان نحرق شويه سعرات زياده. وبرضه لو لسه محتار ومش عارف تبدا من فين وحابب توفر على نفسك وقت، ابعت لي على الدي ام وهبعت لك كل تفاصيل المتابعه، وهكون معاك خطوه بخطوه لحد ما توصل لهدفك.